انك تشتري حاجة مناسبة دي مهارة، فلو بتفكر تشتري ساعة تكون ليك او هدية لحد تاني، مبدئيا هي حركة جامدة وحلوة جدا، ولكن انت ممكن تكون فاكر ان اختيار الساعة كهدية ليك او لحد تاني انه يكون شيء سهل. فخليني اقول لك ممكن ده يكون غير المتوقع، لان ببساطة في مقاسات وخامات وستايلات واسامي براندات كتير موجودة في السوق، فطبعا بيكون صعب بالنسبة لك انك تختار حاجة من دول او تبدأ من فين. فعشان كده انا عملت لك الفيديو ده عبارة عن جايد او توتوريال صغير تعرف منها ازاي تختار الساعه المناسبه لو هتكون ليك او هتجيبها هديه، او لو حتى هتجيبها هديه لنفسك، علشان اساعدك تاخد قرار شراء باحسن وافضل شكل ممكن. في الاخر اكيد انت مش محتاج تلاقي نفسك اشتريت قطعه معدنيه وما عجبتكاش في الاخر فركنتها على جنب وما بقاش ليها اي لازمه، او الاسوأ من كده انك تشتري ساعه هديه لحد وما تعجبهوش. توضيح بسيط بس قبل ما نبدا الفيديو، انا في الفيديو ده بتكلمش على الساعات السمارت ووتشز، انا بتكلم على الريست ووتش كلاسيكال 1، الساعات اللي هنقول عليها ستايل قديم بالنسبه للناس اللي بتلبس ساعات ذكيه. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك عن شويه نقاط مهمه لازم تعرفها قبل ما تشتري الساعه علشان تشتريها بافضل شكل ممكن ويكون اختيارك الانسب. جاهز قهوتك وتعال عشان اقول لك على معلومات مهمه جدا هتفيدك. خلينا نبدا باول عامل مهم في الساعه وهو الحركه. ببساطه الحركه هي الميكانيزم اللي بيشغل الساعه، يعني المحرك او قلب الساعه، او قولها زي ما تحب تقولها بالظبط زي الموتور بتاع العربيه. في عندك 3 انواع في حركه الساعات مهمين لازم تعرفهم، واللي هي الكوارتز والميكانيكال والاوتوماتيك. تعال نمسك واحده واحده فيهم وافصلها لك بالتفصيل عشان برضو تعرف الساعه اللي انت بتشتريها المكنه بتاعتها عباره عن ايه. مبدئيا حركات الكوارتز هي اكتر حركات الساعات انتشارا على المستوى العالمي. الكوارتز هي عباره عن دوائر كهربائيه صغيره شغاله ببطاريه، وزي ما اسمها بيقول بيكون فيها قطعه صغيره من الكوارتز، والقطعه دي بتهتز بمعدل معين جدا لما بيجي فيها تيار، واجزاء تانية من الحركه بتحول لك الاهتزاز ده لنبضه واحده في الثانيه، زي ما بتسمع الساعه لما تيجي تعمل تك تك تك. علشان كده عقرب الثواني في الساعات الكوارتز الانالوج بيقفز نقره واحده كل ثانيه بسبب الموضوع ده. انا مش لاقي مصطلح احسن من يقفز اقولها، بس مش مشكله يلا. اما بقى الساعات الرقميه واللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه بيعتمدوا على نسخ معدله من نفس التقنيه وليهم نفس المميزات والعيوب تقريبا. خليني بقى اقول لك ان حركات الكوارتز تقريبا ادق من الحركات الميكانيكيه، رغم انها ارخص في التصنيع، كمان بتحتاج صيانه اقل وهتفضل شغاله لحد ما البطاريه تخلص، ساعتها هتروح تغير البطاريه ببساطه وهتكمل شغلها زي ما هي. عشان كده ساعات الكوارتز بتكون اختيار كويس للناس اللي عايزه ساعه تكون اعتماديه بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت الساعه بالنسبه له ممكن تكون هتتخدش معاه او هتتعرض لخبطه معينه هنا او هنا، فمحتاج حاجه تستحمل معاه كل ده وفي نفس الوقت تديله الوقت بدقه كويس. وفي اوقات ساعات صوت التكه الكوارتز في ساعات معينه بتكون مسموعه، بس طبعا مش هيكون مسموع وانا ايدي بعيده عن الساعه فالصوت هيوصل لي، لا، ممكن لو حطيت ايدك كده تسمع صوت التكتكه بتاعت حركات الكوارتز. في ساعات الكوارتز عقارب الثواني غالبا ما بتجيش على علامات الثواني بالظبط بسبب عدم انضباط الحركه بتاعتها، وطبعا ده ممكن يكون مزعج شويه بالنسبه لبعض الناس. وكده نكون فهمنا ايه هي حركه الكوارتز. تعال بقى اكلمك على الحركه الميكانيكيه. الحركه الميكانيكيه هي كانت الطريقه اللي بتتعامل بيها كل الساعات زمان باستخدام طريقه معقده بيبنوا فيها التروس او الجيرز مع حاجه اسمها السبرينج هير او الزنبرك او زي الزنبلك اللي بيكون في اللعبه. مصطلح الحركه الميكانيكيه في الحقيقه هو مصطلح عام يشمل اي ساعه بتستخدم الميكانيزم الميكانيكي علشان تشغل اي ساعه، في حين ان الحركات الميكانيكيه بتعتمد على المستخدم علشان يديها الطاقه بتاعتها. ازاي برضو هقول لك دلوقتي كل حاجه بس ما تستعجلش، علشان الحركه الميكانيكيه دي هي كانت الحركه المنتشره زمان قبل ما تظهر حركه الكوارتز. فلما تشوف كلمه ميكانيكال او ميكانيكيه مكتوبه على ساعه غالبا المقصود بيها الحركات اللي بتتلف بايدك. To understand what goes on inside a watch, let's make a simple device that will keep time. والنوع ده اللي قلت لك فيه ان لازم المستخدم بتاع الساعه انه يشحن الساعه بنفسه. ازاي؟ ببساطه في الساعات الميكانيكيه هتلاقي الكراون ده او الزرار اللي موجود في الساعه بيتشد لبره كده وتلفه كذا لفه معاك عشان تشحن الساعه بالزنبرك اللي جواها او السبرينج هير علشان يدي الساعه الطاقه علشان تقدر تلف تاني وتشتغل بطبيعتها زي ما هي. الوقت بتاع الساعه ده بيرجع يخلص تاني لما الزنبرك اللي انت شديته
شديته يرجع يلف تاني ويخلص لغايه لما الساعه ترجع تقف تاني. وطبعا كل حركه ليها وقت مختلف بتفضل شغاله فيه. طب ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على حاجه اسمها الباور ريزيرف. يعني لو دخلت على اي وصف بتاع ساعه ميكانيكيه هتلاقي في حاجه اسمها مثلا الباور ريزيرف بتاع الساعه 80 ساعه، الباور ريزيرف بتاع الساعه 60 ساعه. فده بيقول لك انك لما تشحن الساعه بيكون معاك احتياطي ساعات شغل للساعه 80 ساعه او على حسب المكتوب في وصف الساعه. نيجي بقى لنوع الحركه الاوتوماتيكيه. اساسا الحركه الاوتوماتيكيه هي جزء من الحركات الميكانيكيه لكن فيها ميكانيزم زياده، وهقول لك الهنت بتاعها دلوقتي. هو عباره عن وزن بيلف جوه الساعه، وده بيسمح للساعه ان هي تتلف بحركه ايدك وانت لابسها طول الوقت. وفوق كده كمان فيها نفس الميكانيزم بتاع الحركات الميكانيكيه، يعني لو عايز تشحن الساعه بنفسك تقدر تشحنها طبيعي عادي. بس غالبا الوزن الزياده اللي موجود في الساعات الاوتوماتيكيه ما بيخليكاش مضطر انك تلف الزرار بتاع الساعه علشان تشحنها من اول وجديد طول ما انت بتلبس الساعه بانتظام. طب تشتري اي نوع حركه؟ وصلنا للسؤال المهم، تشتري اي نوع حركه من حركات الساعات. ايه اللي هيكون انسب بالنسبه لك؟ لو انت او الشخص اللي هتشتري له الساعه عايزين حاجه عمليه واعتماديه وكمان سهله في الصيانه، فانت هتروح تشتري ساعه كوارتز، هي هتكون الانسب بالنسبه لك. ولكن بعض الساعات الكوارتز ممكن ما تحسش بيها بلمسه الفخامه. اما بقى لو عايز حاجه شكلها واحساسها فخم، يعني مثلا زي ساعه لمناسبه خاصه او عندك اجتماع او عندك حاجه لازم تظهر فيها بشكل مناسب، او حتى لو هتجيبها هديه لنفسك، يبقى ممكن تفكر في حاجه من نوع الحركات الميكانيكيه. النوعين من الحركات الميكانيكيه والاوتوماتيكيه بيدوا نفس الاحساس والنعومه للحركه بتاعت العقرب، اللي هو بالعربي اللي بنقول عليها حركه ميه او عقرب الميه. وطبعا ده منظر اشيك كتير خصوصا مع زياده الوزن بتاع الساعه، بيدي احساس ان الساعه اغلى وجودتها اعلى. احيانا ساعات بتلاقي الحركات السلسه دي موجوده في الساعات الكوارتز، وفي الغالب دي بتسميها حاجه اسمها سوبر كوارتز، بس غالبا بتكون نادره جدا. اما بقى لو انت شخص بيعتمد انه يشوف الوقت من الموبايل والساعه اللي هتجيبها هتكون بس للمنظر او الشياكه، يبقى المكنه الميكانيكيه او الاوتوماتيكيه هتكون انسب بالنسبه له واشيك بكتير. وطبعا مهم نعرف ان بسبب دقه وتعقيد عمليه التصنيع في الساعات الميكانيكيه عاده هتكلفك اكتر في السعر بالنسبه او مقارنه للساعات الكوارتز. خلينا بقى نتكلم عن حاجه مهمه في الساعات واللي هي الخامات. الساعات بتتعمل من ايه؟ في عندنا مكونين اساسيين اللي هو الجسم واللي بنقول عليه الكيس بتاع الساعه، والازاز واللي بنقول عليه الكريستال. وببساطه الجسم هو الهيكل الرئيسي اللي بيغطي مكونات الساعه، وغالبا بيكون مصنوع من المعدن. اما الكريستال هو الماده الشفافه اللي بتكون موجوده اللي فوق المينا. بالعربي كده هو الازاز اللي بيكون مغطي الساعه. كل ما الاجزاء اللي في الساعه دي كانت اوحش من خامات مثلا مش كويسه، كل ما كانت عرضه للتلف بشكل اسرع. وارخص انواع اجسام الساعات بتكون معموله من ماده اسمها الريزن اللي هو البلاستيك. الساعات اللي بتكون مصنوعه من الريزن زي الكاسيو او الجي شوك بتكون خفيفه جدا وبتتحمل الصدمات ولكن بتتخدش بسهوله. اما بقى النحاس المطلي بالكروم والسبائك اللي مش من الستانلس بيستخدموها كبديل ارخص للستانلس ستيل، وطبعا دول بيدوا احساس بالوزن اكتر من البلاستيك، وده بيخلي الساعه شكلها غالي بس مش بنفس صلابه او متانه الستيل. اي طلاء على الماده دي ممكن يتقشر او يتكسر مع الوقت، وده معناه ان الساعات دي معموله مش علشان تعيش معاك لوقت طويل. انا انصحك تختار يا ريزن يا ستيل. والستانلس ستيل 316 ال هو المعيار الصناعي. المعدن ده بيقاوم التآكل كويس ومتين رغم انه مع الوقت ممكن يتخدش. وطبعا في درجات تانية من الستيل بتستخدم في ساعات تانية معينه، منها درجه اقل جوده زي 304 ال، وفي اللي رولكس بتفضلها واللي هي 904 ال. وطبعا في خامات تانية زي السيراميك والبرونز. اما بقى المفضل بالنسبه للخامات دي كلها واللي هي التيتانيوم، خفيف جدا في الوزن ولكن غالبا اللي هتشوفه عند البياعين او في اي ستور هو هيكون ستانلس ستيل، بس لو هتشتري من عند اوثرايز ديلر حد موثوق فهو هيدلك على حاجه تيتانيوم. نعدي بقى على مرحله الازاز او الكريستال بتاع الساعه. في عندنا 3 انواع رئيسيه من الكريستال او الازاز: اكريليك والمينرال والسفير. مبدئيا الاكريليك ببساطه هو عباره عن بلاستيك. النوع ده بيتخدش بسهوله جدا وكمان ارخص
حاجه في التصنيع. بعض الماركات بتستخدمه علشان بيكون سهل التشكيل عن باقي الانواع. كمان الازاز ده بيكون مقاوم للكسر. بعده في السلسله بيجي الازاز المعدني، وده بيكون شبه الازاز اللي بيكون موجود في شباك البيت، يعني ممكن يتكسر. خلي بالك النوع ده بيتحمل الخدوش احسن شويه بس مش الافضل. يعني لو الساعه مش معروف او مكتوب عليها اكريليك او مينرال او سفير، فتعرف ان نوع الكريستال اللي موجود على الساعه هو نوع من الازاز المعدني المعالج، وده ممكن يكون ادنى حاجه فيهم. نيجي بقى للوحش بتاع الازاز، وهو الازاز السفير، واللي هو بيكون ارغب نوع كريستال موجود في عالم الساعات، اعلى نوع في الانتاج، وبيدي مقاومه اعلى للخدش، يعني ما بيتخدش بسهوله، ما بيتخدش، انت فهمني. والازاز السفير ما بيتاثرش غير بالالماس او صدمه قويه ممكن تكسره، ولكن حته الالماس دي احنا بعيد عنها شويه. يعني لو حد صاحبك ولا حاجه معاه الماس فخلي بالك من الساعه اللي معاك. ففي معظم الحالات لو قدرت تجيب ازاز مقاومه اعلى للخدش فده بالنسبه لك بيبقى افضل، لان في الغالب انت هتخدش الساعه اكتر من انك تكسرها. ما تقلقش، مش ناسي الووتر ريزيستنس او مقاومه الميه للساعه، وده مقياس مهم جدا. لازم لو انت مهتم بالغطس او انك تجيب ساعه توضى بيها تنزل بيها البحر، فانت محتاج ساعه تكون الووتر ريزيستنس بتاعها عالي. وتعالى اقول لك ايه الحاجات المهمه المفروض تركز فيها لو عايز حاجه مقاومه الميه بتاعتها تكون كويسه. مقاومه الميه بتتعرض بثلاث ادوات قياس، واللي هي الATM او الاتوم والبار والمتر، ودول وحدات ضغط مختلفة بس سهلين في الفهم، هوضحهم لك دلوقتي ببساطة. الواحد بار بيساوي 1 اتوم او 10 متر، وهكذا على نفس المنوال. يعني الساعة لو مكتوب عليها 5 بار ده معناه ان الساعة 5 اتوم، ده معناه ان الساعة مقاومة لغاية 50 متر. لو 10 بار يبقى 10 اتوم يبقى 100 متر. وطبعا بطبيعة المنطق ان كل ما الرقم زاد كل ما الساعة كانت مقاومة افضل للمية. الارقام دي ما بتتحطش على الساعة عشوائي، دي بتتعمل تحت اختبارات معينة مخصوصة في بيئة معينة علشان تطلع لك دقة الساعة بالشكل ده او بالرقم اللي بيكون محفور عليها. وبرضو فوق كل ده الرقم مش بيمثل استخدامك الحقيقي في الحياة العادية. يعني مثلا لو الساعة مكتوب عليها ووتر ريزيستنس 30 متر ممكن تفكر ان ده كفاية للسباحة، يعني هو بالمنطق هتقول هو مين هينزل تحت المية لغاية 30 متر. في الواقع الضغط بيتغير بسرعة والحركة الديناميكية وانت بتتحرك، وده في حد ذاته بيخلي الميه تدخل جوه الساعه بسهوله. علشان كده لو الشخص اللي هتختار له الساعه او انت عايز تعوم بيها او تلبسها في البحر او تستخدمها في اي مكان فيه ميه، فاختيارك الافضل يكون ساعه مقاومه للميه اقل حاجه 100 متر او 10 بار او 10 اتوم. ده يعتبر النقطه العاديه اللي هتحافظ على الساعه لو عايز تستخدمها في الميه في اي وقت. واي حاجه اقل من كده في الووتر ريزيستنس يعتبر مقاومه للميه ولكن للاستخدام الخفيف للميه. اما بقى لو انت محتاج ساعه كلاسيك هتشوف الميه كتير فمش مهم انك تهتم بالووتر ريزيستنس بتاع الساعه. وده بيخلينا نعرف ان في عندنا ساعات كلاسيكال، في ساعات كاجوال، وفي ساعات دايفرز. والدايفرز دي هي اللي بتكون مخصوصه للغواصين او الناس اللي بتكون مهتمين بموضوع الميه في الساعه. وخد بالك لما تيجي تشتري ساعه في ماركات صينيه كتير بتكون كاتبين على الساعه وليكن مقاومه لغايه 100 متر، ولكن الفعلي ما بتكونش مقاومه للرقم ده، فممكن تبوظ معاك في وقت اسرع. وفي الغالب الارقام دي ما بتكونش متراجعه من ISO. فلو ناوي تستخدم الساعه في الميه انصحك انك تبعد عن اي ماركه مش معروفه وبل تشتري حاجه اصليه من حد موثوق فيه. خلينا بقى نقول ان المواصفات بتاعت الساعه هي مش كل القصه ولا كل الحكايه، ما زال عندنا نقطه محتاجين نتكلم فيها، وهنا بيجي دور التشطيب بتاع الساعه. هو شكل الساعه النهائي بما فيها جوده التخشين او التلميع، وكمان مدى الاتقان اللي اتعمل بيه الشغل الدقيق فيها. الساعات اللي جودتها قليله بتلاقي شكل العقارب بتاعتها شكل بسيط، ولما كمان تبص لها من قريب تحس ان مفيش اي حاجه مبهره فيها، بدائيه جدا. الكيس بتاع الساعه، الجسم، الفينيشنج، ما بتحسش بانبهار لما تشوف الساعه من قريب. فوق كل ده بيكون تركيبها بسيط جدا علشان يكون سهل تصنيعها بالجمله. اما بقى الساعات اللي جودتها اعلى فبيتعمل لها فينيشنج بمعايير معينه واحسن، وطبعا ده معناه وقت ومجهود اكتر وكمان اجهزه معينه.
يعني بدل ما يعتمدوا على قطع او قوالب جاهزه من السوق، ده ممكن يشمل اجزاء واشكال معموله مخصوص وخامات مختلفه في ملمسها، وكمان طباعه الكلام او اللوجو بتاع الساعه بشكل انظف. في تفاصيل اكتر في البوليشنج لو ركزنا فيها، فكل ما نعلى بالمستوى كل ما نلاقي الساعات هتختلف بالذات في الفينيشنج بتاعها. خلينا بقى نتكلم على نقطه مهمه جدا في الساعه، وهي مقاس الساعه. ممكن تلاقي حد لابس ساعه شكلها كبير على ايده، فشكلها هيكون بشع ومش حلو جدا. ولكن الموضوع ده هنا بيرجع للذوق الشخصي واختلاف الاراء ما بين شخص للتاني. لو عايز تجيب ساعه شكلها مناسب على ايدك وحجمها مناسب على المعصم بتاع ايدك او للشخص اللي هتشتري له الساعه، موجود عندك مقاسين مهمين. اول حاجه هتشوفها في وصف الساعه اللي هو القطر بتاع الكيس، وده حجم الساعه من غير ما يتحسب الزرار بتاع الساعه الخارجي ده. لكن الاهم بكتير واللي ممكن ما تلاقيهوش في الوصف بتاع الساعه لما تيجي تشتريها بالذات اونلاين، واللي هو حاجه اسمها لاج تو لاج. هي الحته دي لا الحته دي اللي اسمها لاج. المسافه دي هي اللي بتحدد الساعه هتكون مستقره على الريست او المعصم بتاع ايدك، ولا هتكون بارزه وشكلها مش هيكون لطيف على ايدك. وطبعا في جداول على جوجل بتقول لك حجم الساعه لاج تو لاج او القطر بتاع الكيس بتاع الساعه. فلو عايز تعرف مقاس ايدك ممكن تعرفه من على جوجل، او لو عايز تعرف مقاس ايد الشخص اللي هتجيب له الساعه فممكن تجيبها تقريبي عشان تجيبها له هديه مفاجاه كده. يعني الساعات اللي بتبقى للبنات غالبا بتبقى 36 مللي او اقل. اما بقى بالنسبه للمقاسات الرجاله، لو اللي هيلبس الساعه جسمه رفيع فممكن تتكلم على حاجه من 35 ل 39 مللي في القطر، ولو حجمه متوسط ممكن يكون من 37 ل 42 مللي في القطر، و42 و52 من اللاج تو لاج. اما بقى لو عنده دراعات كبيره شويه فممكن من 41 ل 45 مللي في القطر، و45 ل 58 من اللاج تو لاج. اما بقى لسمك الساعه هو مش بنفس اهميه حجم الساعه، فعشان كده لو في اختيار قدامك انك تجيب ساعه اكبر او اصغر ففي الغالب هختار الحجم الاصغر، هتكون مناسبه بالنسبه لك. تعال بقى نتكلم على انواع واختلاف الاسماء الموجوده في السوق. مبدئيا هنلاحظ ان في تنوع ضخم في اشكال الساعات، بس لو هديه فاكيد عندك فكره عن الستايل اللي هو او هي بيحبوه، ولا ما عندكش فكره؟ فخليني كده اكلمك عن نبذه سريعه كده عن ايه الموديلات او الاسماء اللي ممكن تشتريها اللي منتشره واللي المعظم بيحبها في السوق. اول حاجه ممكن نتكلم عن الساعات الرقميه القديمه الديجيتال. دي انتشرت بشكل كتير وبقت ترند الفتره اللي فاتت، وانا شايف ان هي مع الوقت كمان هتفضل ماسكه رونقها وهتفضل جميله زي ما هي كانت جميله قبل كده. فانا شايف ان الساعات دي مناسبه وكمان سعرها قليل بميزانيه محدوده. في عندك ساعات الغطس الدايفرز والكرونوجراف. ساعات الغطاسين او الدايفرز هي غالبا الساعات اللي بيكون فيها البزل اللي بيلف فوق الساعه، ودي شكلها رياضي جدا وصراحه بتكون شيك. وكمان مش شرط تشتريها لو انت مهتم بالدايفنج او الميه عموما، ممكن تشتريها وتلبسها مع لبس كاجوال هتمشي معاك ويكون كمان شكلها حلو جدا. اما بقى الكرونوجراف دي الساعه اللي بيكون فيها اكتر من السب دايل، وساعات الكرونوجراف بتبان افخم بالذات للناس اللي بيكونوا مش مهتمين بالساعات، يعني ممكن عشان شكلها بيكون معقد فبيخليها تبان غاليه شويه. فطبعا الكرونوجراف دايما بتكون اختيار هديه ناجحه، ولكن لو هتجيبها اصليه فممكن تدفع كتير. انا برضو اتكلمت عن شويه ساعات كاسيو وعندك سيكو وعندك سيتيزن، ممكن تتفرج عليهم، الفيديوهات تحت في الديسكريبشن، ممكن تعدي تلقي نظره وتشوف في حاجات كتير هتعجبك. اكيد دلوقتي بعد لما وصلت هنا بتفكر في الساعه اللي بتناسبك، بس تختار ماركه ايه؟ موجود الاف الشركات في السوق واسامي كتير، ولكن للاسف مش هعرف اغطي لك كل الاسامي بتاعه البراندات الموجوده في السوق، ولكن هذكر لك البعض منهم. اختار شركات ليها اسم في السوق وتاريخ. يعني بالنسبه للشركات اليابانيه السنين اللي فاتت قدمت فاليو عالي جدا ومقابل سعر ممتاز، فانصح انك تبدا بيهم لو عايز حاجه مضمونه ليك. طب زي مين برضو فيهم؟ في عندك كاسيو، سيكو، واورينت، وسيتيزن كمان. طيب تدور فين وتشتري الحاجات دي من فين؟ مبدئيا في لينكات تحت تقدر تشتري من خلالها وما تقلقش حاجات موثوقه. تاني حاجه في ستورز للحاجات دي في الاماكن او في الدوله اللي انت موجود فيها. تلاقي مثلا في المولات، ممكن تلاقي بالنسبه
لكاسيو هتلاقي، بالنسبه لسيتيزن هتلاقي، بالنسبه لتيسو هتلاقي، بالنسبه لسيكو ممكن تلاقي برضو، وبراندات تانية كتير. وفي مواقع على النت هتلاقي برضو حاجات موثوقه، ولكن مش كل المواقع. حاول تتحرى المواقع لان في حاجات ما بتبيعش ساعات اصليه، فخلي بالك من الموضوع ده. اما بقى لو ناوي تشتري ساعه غاليه حبتين، فالناس بتنصح انك تشتري من موزع رسمي، يعني علشان تضمن ضمان المصنع. اما بقى لو عايز حاجه مستعمله فممكن تشتري من الاي باي او الفيسبوك ماركت. السؤال الاهم بقى في الفيديو ده كله، تدفع كام علشان تشتري ساعه كويسه؟ بصراحه الموضوع ده ممكن كتير يتكلموا فيه، وهيكون فيه اختلاف اراء كتير. يعني مثلا ممكن حد يسالك تدفع كام في عربيه جميله، او كمبيوتر امكانياته كويس، او حتى اكله في مطعم غالي. ده كله بيرجع لذوق الشخص وتوقعاته في الاخر. انا هحاول اديك المتوسط اللي ممكن يرضي اغلب الناس. يعني لو ميزانيتك محدوده ممكن تختار حاجه مثلا من كاسيو او سيتيزن، هتلاقي فيها اسعار كويسه واشكال ترضيك، وهتلاقي فيها تنوع كتير في الحاجات اللي انت محتاجها. ولو عايز تكون في الامان وما تصرفش كتير، ففي الغالب انت ما تتخطاش ال $100. ال $100 يعني 5000 جنيه، فما تتخطاش السعر ده بالنسبه لك كخطوه اوليه في عالم الساعات. وبرضو انا بكلمك في الرينج، يعني ممكن تشتري حاجه من 500 ل 5000 جنيه. اما بقى لو عايز تشتري حاجه وتكون مبسوط بيها وتبين لك الاحساس اللي انت عايزه، ممكن تجيب حاجه في حدود ال $200. يعني مثلا ممكن توصل معاك ل 10000 او 12000 جنيه، وده طبعا لو اخترت صح. لكن بقى لو هتفكر انك تجيب حاجه بسعر اعلى واللي هو تبدا من $1000، فانت كده بتدور على حاجه هاي اند او حاجه برستيجيوس. وده مش هيكون بس فيها الفرق في الجوده، ولكن هيكون فيها فرق في التفاصيل الدقيقه اللي في الساعه. خلي بالك في ساعات بتكون غاليه بس جودتها مش هتبسطك خالص. فقبل ما تقرر تشتري ساعه غاليه او حتى رخيصه، اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، ممكن تشوف الكوميونيتيز مثلا اللي بيحبوا الساعات، او ممكن تاخد راي حد، او ممكن تشوف فيديو زي الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي علشان تعرف ايه الحاجات اللي المهم انك تتفرج عليها او تعرفها قبل ما تشتري الساعه. شكرا ليك، وما تنساش تعمل لنا اشتراك علشان ده بيشجعنا، وما تنساش تشير الفيديو علشان نوسع الكوميونتي بتاعنا في حب الساعات. واشوفك الفيديو الجاي، وقول لي رايك في التعليقات، انت ممكن تشتري ساعه في حدود كام؟ وهل انك تشتري ساعه ب $1000 ده شيء غالي ولا لا؟ اشوفك الفيديو الجاي، سلام.